السلام عليكم. من يومين عم تصفح الفيس، فشفت الزميل محمد بالعاص ناشر فيديو لشاب عم يبكي تحت أنقاض بيت مدمر. سألوا زميلنا إنه ليش عم تبكي؟ قال له إنه مات أبوي وما كنت معه. طبعا أثناء حدوث الزلزال والبيت قديم شوي، فانهدم البيت فوق الرجل وزوجته اللي هن أهله لهذا الشاب. طبعا الرجل توفى والمرأة نقلوها على المشفى، أسعفوها وحالتها تعبانة، الحالة الصحية طبعا. فسبحان الله، مشان ما نطول الحديث كثير، الله يخلي لنا أهلنا كلياتنا، والله لا يفجعنا بعزيز. بس رب العالمين يعني خلى هالأمر يحدث لنرجع شوي لرب العالمين ونتعظ وناخذ عبر ودروس. إذا كان عنا شوية هيك بعد عن الله سبحانه وتعالى نقرب، إذا كان في تقصير نتجاوزه، إذا كنا ما نعم بر والدينا نبرون، نكون جنبهم، ما نعصيهم. شوفوا الفيديو تبع الشاب وشوفوا ايش قد محروق قلبه، ايش قد محروق دمه، لانه ماتوا اهله، مات والده عفوا، والدته بحالة صحية حرجة وما كان جنبهم. طبعا هو ظروف عمله انه كان بعيد عن منطقته بسبب العمل، فما كان قريب. لانه الزميل سأله انه شو صار لك ما شفتون، فقال له تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر مات ابوي ما كنت معه. ورجع سأله وكرر عليه سؤال كذا مرة، انه شو بتتمنى، شو اكثر شيء حارق قلبك كذا. فيقول له انه بتمنى لو يرجع فيني الزمن لكون جنبهم وموت معهم وما اتركهم. ورجع قال له شو اكثر شيء حارق قلبك، انه مات والدي وما كنت جنبه. امتحان رب العالمين صعب، نسأل الله ان صبر أمة محمد على هذا الابتلاء العظيم اللي صار. بالنهاية كلياتنا مصابنا عظيم، مصابنا جلل، وكلياتنا انصبنا، والحمد لله على كل حال، والحمد لله دائما وابدا. ولكن الحمد لله رب العالمين اهلنا ساتوا قدام عيوننا، فلسه في امل انه نرجع لرب العالمين. اذا كنا عاصين او ما بارين لاهالينا، فرب العالمين اعطانا فرصه لنبرهم ونرضيهم وما يعني نزعلهم او ما نكسر بخاطرهم، ونكون سند لإلهم، ونكون عون لإلهم وعكازي لإلهم إن شاء الله. فأسأل الله أنه يديم أهالينا كلياتنا فوق راسنا، ما يفجعنا فيهم، ويرزقهم طولة العمر والصحة والعافية. المصاب عظيم جدا، نسأل الله أنه لا يمتحننا، نسأل الله أنه لا يمتحننا على شيء ما بنقدر نتحمله. لذلك بروا أهاليكم واستشعروا الموقف اللي صار أثناء حدوث الزلزال. ممكن كان ينهينا كلياتنا بشكل نهائي يعني، ولكن رحمة العالمين وعطف وحنانه علينا لطف فينا. ودمتم في رعاية الله. لسه في أمل أنه نرجع لرب العالمين ونراجع أخطائنا ونحاسب أنفسنا. السلام عليكم.